اليوتيوب. ايوه ركز معايا بقى. يطلع ويصفر معايا. Shivering in the hub, ها؟ يا رجال منورين. منورين يا رجال. استحمي ها. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الله يعين الرجال. منورين. نيجي بقى هنا مجرى السيل. هاي I'm gonna check if there is a flood or not. دي منطقة مجرى السيل ها. مستنيين السيل يا رجالة. ده هنا مجرى السيل. طبعا بنتحول مش عارف بحيرة صغيرة، بس في انتظار السيل الكبير. ربنا يستر على اهالي دهب ويدينا من مطر ده خيره. دهب غارقة. حوالي 14 سنة جه سيل كبير جرف دافينج سنتر كان هنا، وسوبر ماركتات وبازارات، وقطع دهب لحتتين. كان المعتاد ان هم بيجوا يردموا المسافة دي كلها حوالي 2-3 متر بالرملة. فأنا جات لي فكرة، طب ليه ما نحترمش الطبيعة ونسيب مجرى السيل لطيف. المساحة البعيدة اللي هناك دي نعمل فيها بحيرة صناعية، هيجي المية تنزل هنا في قنال، ويبقى فيه كوبري اللي هو الكوبري اللي موجود ده، ويصرف السيل جنتلي يخش على البحر بدون اي مشاكل. لان مشكلة في السيل بيبقى ضر، لان احنا بنعمل تعديات في مكانه. عرضت الفكرة على المسؤولين، عملوا الكوبري اللي انت شايفينه ده، وعملوا بسين صغير كده سموه البحيرة صغيرة، بيملوها بس مية لما محافظ دهب بيجي،
لكن في النهاية البحيرة اللي عاملينها دي عائق على ان المية بتاع السيل توصل للبحر. وصحيح عاملين فتحتين مواسير لكن ما بتوصلش المية. فانا برجع اطرح الفكرة دي تاني الى من يهمه الامر. لما المساحة دي كلها اللي هي مجرى السيل تعمل فيها بحيرة صناعية، نعمل فيها زراعة سمكية ونعمل فيها كورسات الغطس للمبتدئين، اكيد ده هيحمي الشعب ومش هيخلي دهب شارع واحد. خواطر تحت المطر. في انتظار السيل، بس اعتقد ان انا مش هقدر استنى كتير. السيل وصل. عرفنا ان السيل وصل لما في الماء الصفرا جاية من هناك. وكل الناس اعتقد هتيجي دلوقتي عشان تتفرج على السيل اللي هو جاي. احنا بنقضي لحظة فريدة. نحاول نشوف. الشرطة جت بتحذر الناس، عايزين يوقفوا الطريق عشان السيل ممكن يجرف عربيات. طبعا هم عاملين مصد. حالا انا هنزل تحت عشان استقبل السيل واشوفكم في الجزء الثاني من الفيديو ده.